حضن. آن الأوان لتستريح، ألقت جميع همومها، تركت حديث الناس، دنيا الناس، حقد الناس، يأس الناس للكون الفسيح. حملت معاني النور والأمل الوليد بكل صبح، ذهبت ببسمة ثغرها معها وقالت لن أعود. ولت كما رحل الضياء مع الأصيل، وكأنها اللحظات جاءت كي تعلمنا المحبة. هي لم تحدثنا حديث الفيلسوف، لم ترتدي يوما قلنسوة، ولم تفتح كتاب. ما كان للقصص المنمق عندها سقف وباب. لم تنظم الكلمات أشعارا، ولم تمسك قلم. لم تقس يوما كي نقول يوما أذاقتنا ألم، لكنها قالت بأفصح ما يكون: النبض كان قصيدة، لا قيس يعرف أن يصوغ لها مثيلا، لا لبيد ولا نزار. كلماتها نور ونار، والآن ولت مثلما دار المدار، ويداها نبع من حمام. في حضنها كان الأمان، والآن نامت في أمان.